السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير. النهاردة معانا تربيط الاتياش في الإحبال تمهيدا لتركيبها فيما بعد. ده زي تجميع، بس يعني على أساس إن مثلا لما تيجي تركبها في مكانها تكون أنت بدل ما تجمع التيش في الحبل وأنت وبتركب، يعني في وقت التركيب لا، في نجمعه دلوقتي ووقت التركيب يكون ايه، يكون جاهز. وطبعا التيش متكون من كذا جزء، وده يعتبر يعني حاجة رقم واحد في الأمان. التيش ده شغلانته انه بيمسك طرف الحبل وبيكون مسؤول عن ربط الحبل في اي اتجاه من الاتجاهين. والتيش ده مصنوع من الصلب لان لازم يكون على درجة امان عالية، لان هو اللي بيكون مربوط فيه الحبل والحبل شايل الكابينة. والتيش ده متكون من كذا جزء. طبعا قدامنا الجزرة اللي ماسكها في ايدي ديت، وفيه السوستة والكاوتش، وفيه صامولتين، وفيه تيلة، وفيه بنز بيربط الجزء اللي تحت بالجزء اللي فوق. السوستة ديت هي اللي بتخفف من العزم، يعني عشان خاطر العزم ما يبقاش كله على الصواميل، وممكن الصواميل تاكل السن والسن يضرب. فالسوستة ديت هي اللي يعني زي السوستة بتاع العربية كده، لما تاخد مطب بيهدي يعني من الهزة بتاعة العربية زي كده. ده بيخفف من الضغط على الصواميل. وزي ما قلت لكم احنا عندنا 5 احبال. بالنسبة للمصعد ده 8 افراد، فجايبين له 5 احبال. عشان ايه؟ عشان يشيلوا الكابينة. الاحبال بتاعتنا 10 مللي صلب على قلب كتان. وهنبدأ طبعا العدة اللي هتحتاجها، هتحتاج زرادية، وهتحتاج لقمة 10. طبعا لازم تدور الأول على الطرفين عشان تجيبهم، وتجيب شريط اللحام عشان تلف الطرفين، لأن الطرف لما يكون مش ملفوف بشريط لحام بتفك الجدلات. ولو فكت الجدلات راح تقرفك وانت وبتركب الزراجين. وادي جبت الزراجين، وادي شريط اللحام. وهبدأ ألف شريط اللحام على وش الحبل من قدام عشان الجدلات ما تفكش فيما بعد، ويكون سهل في تركيب الزراجين، لان انا بركب الزرجينه مربوطه يعني ما بفكهاش حتت وبعدين اجمعها، ودي طريقه سهله جدا. اتمنى يعني تستفادوا منها. بلف الجنبين بشريط اللحام عشان ما يفكوش، يعني الجنب اللي من هنا والجنب اللي من هنا. ودي زراجين 10. يا دوب بتفك بس على حد الصامولة على اخرها كده، وشي مركب ايه، مركبهم هم مربوطين. التلاتة يتركبوا وهم مربوطين، لان زمان كنت اركبهم وافكهم واركبهم كانوا يتعبوني بصراحة. عشان تعرف تجمعهم تاني المسامير ال10 ديت، الصواميل ال10 مشكلة طبعا، وهتاخد وقت اكتر. فانت بتركب التلاتة ورا بعض كده، وبعدين بتفك التيلة بتاعت الجزر عشان الجزرة تطلع بره. اهي طلعت الجزرة بره. اهي الجزرة دي بتزنق الحبل جوه التيش، تيجي تعدي من الجنب وترد الحبل بتاعك، وتجيب الجزرة وتيجي مركبها في مكانها، وتشد. انا بوريكم بالتفاصيل. وتشد تخلي 20 سنتي تحت في الطرف الثاني. ولما تيجي ترد الزرجينة، خلي السرج اللي هو بيتربط فيه الصواميل ناحية الحبل الكامل، مش ناحية الوصلة الصغيرة. الوصلة الصغيرة تبقى ناحية القوس. والمسامير تتربط، او اسمه السرج. بيقول لك السرج ما بيركبش على حصان ميت، يعني السرج اللي هو بتاع الزرجينة ما بيركبش على الحبل الميت، بيركب على الحبل الحي. وبتبدأ يتربط طبعا واحدة مباشرة تحت التيش، وتسيب 10 وتربط واحدة، وتسيب 10 وتربط واحدة كده. معاك بين كل زرجينة وزرجينة 10 سنتي. وانت وبتربط لازم تتأكد انت وبتربط انه يعني تربط جنب، وبعدين تروح تربط التاني، تربط الصامولة دي وبعدين تروح تربط الصامولة دي. ليه؟ لانك لو ربطت صامولة واحدة راح تضرب منك، يعني هيبقى الحمل على جنب واحد، والصامولة راح تضرب منك، السن راح يضرب. فلازم يتوازن بين الصامولتين، من هنا شويه ومن هنا شويه، من هنا شويه ومن هنا شويه، لحد ما تتاكد ان الاتنين اتربطوا على الاخر وتحمل عليهم، عشان ده عامل اساسي من عوامل الامان. رغم انه الجزره اصلا قايمه بدور كبير، اللي هو اصلا طالما الحبل مزنوق بالجزره عمره الحبل ما هيطلع في حياته، مش هيطلع.
بس طبعا الزراجين دي زيادة تأكيد، يعني لا قدر الله مثلا الحبل جه عليه زيت، ايا ما يكون الوضع، الزراجين دي ضروري ولابد منها. يعني ما هو مش هينفع نحط عشان خاطر نطمن ان الجزرة موجودة والجزرة ضاغطة على الحبل نروح نسيب الحبل من غير زراجين، ما ينفعش. وده الحبل التاني نفس القصة، بضرب الشريط الحبل هم لافينه بيه، وبدور على الوش بتاعه، ولازم الف اطلع الوش بره عشان فيه ايوه في حتة شريط لحام ملفوفة لازم اطلعها من قبل ما احط الزراجين، عشان لو ما طلعتش راح تجرفني، لازم اقصها بقطر وشغلاني. ده كله طبعا بعد الشغل اللي بعلمك، يعني مرة واثنين وثلاثة انساها وتتعبني في القص، فبعد كده افتكرت بقيت اطلعها. وادي الطرفين تبدأ زي ما عملنا الاولاني نعمله التاني، نلف ايه على شريط لحام من هنا، شريط لحام من هنا، يعني 4 5 لفات كده، على اساس ايه ان شغلك يبقى نظيف لما تيجي تسلم الشغل ما تبقاش الجدلات بتاعة الحبال مفكوكة. شد عليها كده، وزي ما قلنا تفك ال3 زراجين. انا بكرر لكم المرحلة تاني، انا عملت ال5 حبال بس انا ما صورت لكمش غير حبلين بس، اللي هما ايه عشان خاطر تبقى الصورة واضحة قدامكم. تركب ال3 زراجين اهم، ال3 زراجين وهم مربوطين، وتجيب التيش تطلعه من كيسه وتفك التيلة بتاعت الجزرة. كان زمان بيجي لنا تيش مقرف جدا، ما ينفع، مش هتفك الجزرة ما تطلعش بره، لازم تفك التيش كله كامل كده عشان خاطر تعرف تركب الحبل. يعني البنز اللي ماسك السوستة بالتيش ده كنت تفكه عشان تركب الحبل، لان الحبل ما كانش بيلف، كان صغير التيش فما كانش يلف الحبل جوه التيش نفسه، كنت تضطر تفك البنز بتاع اللي ربط الدراع اللي في السوستة ده بالجزء اللي تحت في التيش. وتتأكد لما تشد الحبل تتأكد من ال20 سم الزيادة دول ما تكونش الحبل مخزن جوه فوق الجزرة، يعني تأكد انك انت ايه شديت الحبل على اخره وخليت 20 سم تحت زي ما قلنا، هم 10 و10 تحت التيش مباشرة، وتسيب 10 وتحط التاني وتسيب 10 وتربط التالت، هيبقى فيه 2 ولا 3 سم في الحبل الميت. ولازم السرج لازم يكون ناحية الحبل الحي، يعني الحبل اللي شغال. اما الوصلة الصغيرة ديت بيكون القوس بتاع الزرجينة هو اللي بيكون عليها. على العموم لحد هنا الفيديو بتاعنا بيخلص، اتمنى تكون المعلومة وصلت، واتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده. ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، وان شاء الله اول باول هنزلوه كل الشغل. مع الف سلامة.